عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل. اليوم ان شاء الله باش نعملوا مع بعضنا خبز المبسس التونسي اللي ما يغيبش على الطاولة في رمضان. نعملوا في الدار يجيني ياسر بنين وأبن برشا من اللي نشريه من برا. ان شاء الله يعجبكم فيديو اليوم وتابعوني باش تعرفوا الطريقة. نذوب لخميرة الخبز في شوية ماء وبعد نزيدهم السكر والملح والكركم، نزيد عليهم الزبدة والسينوج ونخلطهم، ومن بعد نضيف عليهم الفارينة والسميد، نضيف عليهم بشوية بشوية في الماء لين تتلم العجينة. وكي تلمت لي العجينة باش نحط نعركها شوية حتى نتحصل على عجينة تكون طرية. نحطها في صحفة ومن بعديك ندهنها بشوية زيت زيتونة ونغطيها ونخليها ترتاح مدة ساعة لين تتضاعف في الحجم. ومن بعد ما خمرت العجينة باش نحلها وباش نقسمها إلى 2. ناخذ العجينة اللولانية ونحلها ونقسمها 6 مرسوات، ونفس الطريقة تعملوها بالنسبة للعجينة الثانية. خذت بلاتو حطيت فيه بابي كويسون ومن بعديك حطيت العجينة وشكلتهم على شكل وردة ولا تجمو تخليوهم كما هما. ومن بعديك ندهنهم بالعظم، نرشهم بالجلجلان والبذور الياقطين والغرين دو بافو ونطيبهم 25 دقيقة على 180 درجة.